وهو على كل شيء شهيد، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغم، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، جاء بديانة سمحة نشرت في العالم مدنية فاضلة تحدث عنها من لا يؤمن بالإسلام. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد، أيها الأحباب، سأعيش معكم في رحاب هذه الآيات لنستكمل ما كنا بصدده قبل الجمعة الماضية. استمعوا إليها بعيون قلوبكم لا بعيونكم، استمعوا إليها بآذان قلوبكم لا بآذانكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أعيد عليكم الآية واستمعوا إليها بالقلوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيه اللي هيحصل؟ لفتحنا عليهم بركات. من أين تأتي؟ من الله. على أي طريق وفي أي سبيل؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. امال ايه اللي جرى؟ ولكن كذبوا. ما هي العاقبة؟ فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله
يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. آيات في كتاب ربكم تبين لكم أثر الفساد والإفساد في الأرض. حديث زينب الذي قلته على حضراتكم سابقا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وما الخبث؟ كل فساد تراه عيني، وكل أمر يخالف منهج ربك ومنهج رسولك محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. كل خبث تراه عينك ولا يقشعر لعدم تغييره بدنك. اعلم أن لا إله إلا الله التي تقولها وتطمع في شفاعة رب البرية لك بسببها لن تنفعك يوم القيامة، بنص حديث الحبيب المصطفى محمد صلوات ربي وتسليماته عليه: لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قيل: وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال: أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. تمر بالمجرم، تمر بالعاصي، تمر بالبلطجي، تمر بمن يريد لبلدك السوء، لا يقشعر بدنك ولا تبكي من أجل أنك لا تستطيع أن تضع يدك في يد غيرك لتغير أمرا، وتعلم تماما أننا ركاب سفينة واحدة إذا غرقت فسوف تغرق بالصالح قبل الطالح، سوف تغرق بالجميع. لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. وما الاستخفاف يا حبيبي يا محمد؟ أن يظهر العمل بمعصية الله أمام ناظريك وعينيك، لا يقشعر بدنك ولا يتبعر وجهك ولا تغضب غضبة الأسد الحصور في سبيل ربك حتى يتغير المنكر. إذن لو نظرتم إلى مقدمة الآية التي تلوتها على حضراتكم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيه النتيجة؟ يفتح الله. ربنا قال يفتح ولا قال ينزل؟ هل هناك فرق بين الفتح والتنزيل؟ نعم. الإنزال يكون بقدر، بنزل لك الطعام يعني وجبة ورا وجبة، لكن لو قلت لك بفتح لك أبواب المطعم على مصراعين تأكل من أطايب الطعام، هناك فرق بين أن ينزل. في الآية لم يقل ينزل وإنما قال لفتحنا. إذن شرطين: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى شرطان في افتتاح البركة عليك وعلى ذريتك وعلى أهلك وعلى محلتك وعلى دولتك وعلى العالم أجمع. إذا كل الناس وقف للفساد وحقق الشرط الأول وهو الإيمان وحقق الشرط الثاني وهو التقوى، إيه اللي عندك يا رب؟ فتحنا. قال أرزاق ولا قال بركات؟
يا اخوانا انظروا، في فرق بين الرزق والبركة. نعم، الرزق هو ما أكلت فأفنيت، الرزق هو ما تصدقت فأبقيت، الرزق هو ما لبست فأبليت. أما البركة فإن بركة الله ليست لها نهاية. الرزق له حدود، أما البركات لا نهاية لبركات الله إذا فتحت بركات الله عليه. الناس اللي بيعملوا المعاصي، الناس اللي بيفسدون في الأرض الآن، أصحاب الأضاليل والأكاذيب اللي مفتوحة أضاليلهم ليل نهار، يتحدثون بالكذب والبهتان، وكثير من أبناء هذه الأمة يصدقونهم في إعلامهم المتسلط. بالله ليس متسلطة على ما يسمى بإخوانة الدولة، ده مصطلح بيداروا فيه، إنما هم متسلطون على إسلامكم العظيم. لا يريدون لمنهج محمد أن يعود إلى الأرض، لا يعودون إلى هدي الله أن يحكم الأرض. ولذلك ربكم يحذركم يا أتباع محمد، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ مش مفكرين أنكم حينما تنامون تموتون؟ إن الذي قبض روحك وأنت نائم قادر على أن يقبضها فلا ترجع إليه. أنتم مفكرين أن الذي خلق السماوات والأرض لا يستطيع أن يأتي ببأسه عليه وأنت تلعب في وقت الظهيرة وفي وقت العمل؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أو أمن أهل القرى أمنوا على أنفسهم من الهلاك والعذاب من قبل رب الأرباب ومالك الأرض والسماوات؟ احذروا أن تكونوا من الذين خاضوا مع الخائضين ولعبوا مع اللاعبين وقاموا بالكذب مع الكذابين. احذروا أن تكونوا مروجي الأكاذيب والأضاليل. اعلموا أن المعركة بين إسلام وكفر، بين حق وباطل، بين مجموعة من أمتنا تريد أن تذلكم وأن تضع أرجلها وأقدامها على رقابكم. تريد لكم ألا تكونوا كالخليجيين ولا كالأوروبيين في الثراء المادي. يريدونكم فقراء تلهثون وراء الدينار والدرهم وهم يتبارون بالأموال فيما بينهم. لا يريدون حق المسلم الحقيقي في الحياة. احذروا، تلك من أنباء القرى نقصها عليك، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. صدق حبيبنا محمد حينما بين لنا في الحديث ما معناه أن المفسدين في الأرض إن تركناهم وما يريدون. حينما يركبون سفينة الحياة معنا ويخرقون خرقا بداخلها سيغرقون أنفسهم وسيغرقوننا معهم. إيه المطلوب؟ أن يتجمع أهل الحق مع أهل الحق ليكونوا قوة الردع لهؤلاء المجرمين، فأهل الحق كثر. بالله الظالمون والبلطجية أقلين. 100 مليون 200 مليون 300 مليون 400 مليون 500 مليون 600 مليون 700 مليون 800 مليون 900 مليون 1000 مليون 2000 مليون 3000 مليون 4000 مليون 5000 مليون 6000 مليون 700000 مليون 800000 مليون 900000 مليون 100 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 مليون 100
بس هو بلطجي لأنه هو مستهتر بالحياة ومش في دماغه يعيش أو ما يعيش. لكن أنت في دماغك جنة، في عقلك جنة، في قلبك جنة. إن مت وأنت تدافع عن حرمات الله مت شهيدا، وبعثك الله يوم القيامة فقيها عالما. أما هو إن مات فإلى جهنم وبئس المصير، لأنه يريد الخراب. هذا حل من الحلول يا أحباب الحبيب النبي محمد. وحذاري حذاري أن تحدثك نفسك وتقول لك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية دي سئل فيها الحبيب المصطفى: يا أيها الذين آمنوا. يروي الترمذي وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن وراءكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. شوفوا اللي بعد كده: للعامل في هذه الأيام للعامل فيهن أجر 50 ممن يعملون مثل عملهم. الصحابة بيسألوا سيدنا رسول الله: أجر 50 منا ولا منهم؟ قال: منكم. في رواية: لأنكم تجدون على الخير معوانا، أما هم فلا يجدون. ماذا تريد بعد قول الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحبيب النبي يخبرنا بمثل هذا الزمان، يقول: كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا حسالة. كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا حسالة. تعرفين يعني ايه حسالة؟ يعني التافه من القوم. يبقى الذي لا يوفي بعهد، الذي لا يفي بعهد ولا يؤدي أمانة سيكون بمنطق حديث حبيبكم رسول الله هيكون ايه؟ حسالة. كيف أنتم في قوم مرجت. يعني ايه مرجت؟ يعني فسدت العهود وفسدت الأمانات. لما يفسد العهد وتفسد الأمانة ماذا ستكون؟ حسالة. حسالة. من هم الحسالة؟ الذين لا يعبؤون بحلال أو حرام، الذين همهم في النهاية الحصول على المال. جاء المال من باب يتيم أو من باب مسكين، من حله من حرمته، المهم أن يجد في جيبه في النهاية دينارا أو درهما. حسالة. ولذلك بعد الحديث شبك الحبيب النبي أصابعه صلوات ربي وتسليماته عليه. الحديث كان إذا ألقي على الصحابة يتساءلون تلقائيا، هم مش عاوزين يكونوا حسالة. حسالة. انظر النبي هيقول لنا على الحل. قالوا: كيف نصنع في ذلك يا رسول الله؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ شفتوا النبي مع الحسالة تعملوا ايه؟ واحد: اصبروا واصبروا. اصبروا. الرواية في الحديث مرتين ذكرها النبي مرتين: اصبروا
واصبروا، وإيه تاني؟ وخالقوا الناس بخلق حسن. اللي مش عاوز يبقى زبالة، اللي مش عاوز يبقى حسالة، اصبروا اصبروا، خالقوا الناس بخلق حسن. 3، خالفوهم في أعمالهم. حينما قرأت هذا الحديث قلت في نفسي: البائع صاحب المحل طلع نص البضاعة في الشارع، كاد الشارع أن يغلق، رآه المقابل له فأخرج نصف بضاعته في الشارع، فأصبح الشارع لا يسع إلا سيارة واحدة مارة. ما الذي فعله هذا الرجل؟ ألم يخن عهدا؟ ألم يخن أمانة؟ الأمانة في دين الله أن نفسح للناس في الطرقات. خان العهد ولم يوفي بالأمانة. بالله عليكم ماذا سيكون هذا البائع وصاحب هذا المتجر؟ سيدنا ابن سيرين كان أعرج، فرأوه بعد مماته في المنام يسرح في رياض الجنة. قالوا له: يا ابن سيرين، بما نلت هذه المرتبة؟ أنت رايح جاي، نلت مرتبة الجنان، والقدم العرجاء أبدله الله بساق من ذهب. قال: نلتها بشيء. قال: وما هو؟ قال: كنت أعزل الأذى عن طريق المسلمين. عزل الأذى. هؤلاء يفعل الحثالة الذين يغلقون الطرقات ويضعون متجرهم على أرصفة الشوارع، يعرقلون سير العامة وسير السيارات، كما قال الحبيب النبي: مرجت فسدت عهودهم وأماناتهم وصاروا حثالة. هؤلاء الذين مرجت عهودهم وصاروا حثالة ماذا يقولون للحبيب النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه؟ بأي لسان يقفون بين يدي الله؟ بأي بدن يقفون بين يدي الله؟ ماذا يقولون إذا سئلوا عن ذلك؟ ألا يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سيأتيك رزقك حتى ولو كنت في جحر نملة، سيأتيك الرزق. إن الله عز وجل كتب على كل نفس ألا تموت حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب. هونوا على أرواحكم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، أيامها ورزقها، وهتروح إلى الله عز وجل. أقول للذي يسير بالسيارة في الاتجاه المعاكس لراكب سيارة ومشي في المخالف: لماذا تريد أن تكون من الحثالة؟ أليست هذه خيانة للعهد مع رسول الله؟ أليست المخالفة معصية لله ورسوله؟ أقول للذي يكسر إشارة المرور: لما تكسرها فتصطدم مع آخر؟ لماذا تريد أن تكون حثالة؟ أقول لهؤلاء البلطجية الذين يسعون في الأرض فسادا: لماذا تريدون أن تكونوا حثالة؟ أقول للذين يرون المنكر ولا يغيرونه ولا يتحدون معا ليكونوا قوة، وخاصة عندما يتخاذل الأمن الذي يأخذ مرتبات، الأمن الذي هذه وظيفته. كان هذا الأمن متعافي بهذه الإمكانيات أيام مبارك، كان يأخذ الناس من بيوتهم كالفئران والأرانب. لماذا لا يأخذ البلطجية الآن من بيوتهم كالفئران والأرانب؟ إنه متخاذل.
لكن نحن نحبه ونحن نؤيده ونكون وراءه إذا وقف وقفة جادة، لأن مصلحتنا في وجوده لا في تخاذله. أقول لكل العاملين في جهاز الأمن: كيف تقدمون مرتباتكم إلى أولادكم؟ كيف تنفقون الحلال؟ أحلال هذا أم حرام حينما تتقاعسون عن أداء الواجب؟ لماذا تريدون أيضا أن تكونوا حسالة؟ لماذا يريد المجتمع أن يكون من الحسالة؟ لا بد من وقفة يا أحبابي. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ذلك بسبب هذا التخاذل، بسبب هذه الفتن اللي هي تمثل الورقة الرابحة في أعداء هذه الثورة، في أعدائها، تمثل الورقة الرابحة أمام أعداء هذه الأمة. هي الفتنة والعياذ بالله، هي التخاذل. لا نريد أن نكون متخاذلين. انظروا لما قام بعض الإخوة بطحن كل الأكشاف الموجودة، لماذا أنتم ترضون عن وجود هذه الأكشاف التي ستدمر أبناءكم؟ والله إن لم تدمروا هذه الأكشاف التي تبيع الحشيش والكوكايين وكل الأمواد المخدرة، إن لم تدمروها فستدمركم في بيوتكم. جاءني رجل ملتزم وابنه من حفظة القرآن، التف عليه ولد من هؤلاء الصيع وأخذه يقطع الحشيش على قارعات الطرق، يراها كل ركاب السيارات وكل مارة، ويعطي له بعد توزيع كل مجموعة مبلغ 30 جنيه. الولد ترك القرآن، ترك المصحف، والآن شغال الولد اللي عنده 11 سنة شغال فين؟ في توزيع البانجو والحشيش، وساب كتاب ربنا. أبوه يحبسه، يقفز من البيت، من شبابيكه، من أسواره، ويرحل إلى هذا المجرم. أنا متصور إن الولد هيشرب، وبعد ما يشرب أول ما هيسرق أبوه، ولو اضطر أبوه للدفاع عن نفسه سيقتل الولد أباه، لأن هذا المخدر لا يجعل صاحبه في عقله التام، إنما يجعله مخدر. إن لم نقف وراء هؤلاء الذين يغيرون والذين يقفون بيد من حديد وراء هذه الأكشاف، وأيضا وراء تجار السولار في السوق السوداء، إحنا اللي هنتدمر. إن لم ندمر هؤلاء فسيدمروننا. بس إمتى؟ بعد أن نرى التخاذل الكامل من الشرطة. لكن الشرطة إذا تعافت فعافيتها لنا، إذا تعافت جهاز الأمن فعافيته لنا. نذكرهم بقول رسول الله: عينان لا تمسهما النار. أقول لجهاز الأمن المصري: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. لو قتل الواحد فيكم فهو شهيد، ما دام يدفع عن أمته وعن شعبه ويزود عن واجب هو يقوم به، والقاتل لكم في جهنم والعياذ بالله. أحبابي، أحباب الحبيب النبي المصطفى محمد
صلوات ربي وتسليماته عليه أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، إذا كثر الإيه؟ الخبث. اوعى من الخبث. لابد من الوقف أمام هذا الخبث، لابد من الوقوف أمام الخبث، لابد من تحريك مدير الأمن وجهاز الأمن للعمل وأن يقوم بواجبه. والقبض إن لم يقبض هو على البلطجية، فعندنا من المسلمين من يستطيع أن يحطم كل بلطجي. لن نترك ثورتنا تضيع سدى، لن نعود إلى الوراء إذا لم يقم كل واحد بواجبه. سنقوم نحن بواجبنا نحو ديننا، نحو وطننا، نحو أمتنا، نحو مصرنا العزيزة. وأنا أعتب على رئيس جمهوريتنا الذي لم يتخذ قرارات حاسمة ضد المجرمين في الإعلام وتطهير القضاء. هؤلاء الذين يريدون أن يعيدوننا إلى الصفر لا يحترمون شرعية الشعب المصري ولا رأي الشعب المصري الذي انتخب رئيس جمهوريته. أعتب عليه على الرغم من حبنا له وتأييدنا له ووقوفنا وراءه حتى ينتصر مشروعنا الإسلامي في مواجهة هذا الذي يسمى بالعلمانية. حرب واضحة. ما ينفعش تكون علماني ومسلم، ما ينفعش تكون ليبرالي ومسلم. أقول لمن يأخذون بالمنهج الليبرالي والمنهج العلماني والمنهج الاشتراكي: بالله هذه أديان غير دين الإسلام. دي أديان بس أنت مش واخد بالك منها، مش واخد بالك إن الدين هو منهج للحياة، ومنهج الحياة يجب أن يطبق في الحياة. ينفع يكون مسلم وليبرالي؟ لا، يا مسلم يا ليبرالي. إن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. مسلم يعني استسلمت لله وحده. طيب علماني، تبقى مسلم وعلماني تبقى مشرك، مسلم وليبرالي تبقى مشرك، مسلم واشتراكي وشيوعي تبقى مشرك. ما ينفعش. لا إله إلا الله، ما فيش ألوهية إلا لله، لا منهج إلا منهج الله، لا حاكمية إلا بحكم الله، لا ولاء إلا لله. ولاءك لغير الله كفر، ولاءك لله ولغيره شرك، ولاءك لله وحده توحيد. قبول الحكم من الله ومن غيره شرك، قبول الحكم من غير الله كفر، قبول الحكم من الله وحده توحيد. فشوف نفسك، انت موحد ولا مشرك؟ انت مسلم ولا علماني؟ انت مسلم ولا ليبرالي؟ انت مع من؟ مع الحثالة ولا مع الذين آمنوا واتقوا؟ أسأل الله أن يغفر لي ولكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه. أما بعد، أيها الأحباب على طريق الحبيب النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. في الحديث المروي عن أبي هريرة في الترمذي، استمعوا إليه: إذا كان خياركم أمراءكم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنها. أقول تاني: إذا كان أمراؤكم خياركم
وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنها، يعني الحياة أحسن من الموت. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. يبقى الموت أحسن. إمتى تكون الحياة أحسن؟ إذا كان الحاكم من خيار الناس. إمتى تكون الحياة أحسن؟ إذا كان الأغنياء من سمحاء الناس. إمتى تكون الحياة أحسن؟ إذا كان أمر المسلمين شورى بينهم، فيش واحد متسلط، رأي الأغلبية، الشورى الإسلامية المنضبطة بضوابط الشرع الحنيف. أما إذا كان الأمير هو شر الناس، وإذا كان الغني هو البخيل، وإذا كان الأمر إلى النساء كما كان في زمن مبارك لزوجته ولما يسمى بحقوق المرأة العصرية، إذا كان أمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. أحباب الحبيب النبي محمد، نحن مسؤولون، ما فيش واحد يقول أنا مش مسؤول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان يستطيع، ولو اجتمع أهل الحق جميعا معا لاستطاعوا أن يغيروا بأيديهم أشياء كثيرة. قلت لكم أهل الباطل ليسوا بكثرة. انظر إلى شارعك، كم بلطجي في الشارع اللي أنت ساكن فيه؟ كم بلطجي في الحي اللي أنت ساكن فيه؟ كم بلطجي على مستوى المدينة؟ لو اعتبرناهم واحد، لكن بقية الشارع من خيار الناس. خيار الناس هؤلاء لو اتحدوا، لو اجتمعوا، لو توحدوا ووقفوا مع الحق طاعة لله، ثم طاعة لرسول الله، ثم محافظة على حياتك وحياة أولادك لئلا يدمر ولدك من بين يديك وأنت لا تشعر. لو اتحدوا لاستطاعوا أن يوقفوا كل بلطجي. لو كل شارع وقف للبلطجي اللي هو فيه لاستطعنا أن نوقف كل البلطجية الموجودين في بلادنا. لو استطاع أهل الحق كثر، الذين يحبون الخير كثر، لكن ليسوا من الشجاعة بمكان. أريد لأهل الحق أن يتراصوا وأن يتلاحموا وأن يقف بعضهم مع بعض في مواجهة أهل الباطل. أهل الباطل قلة وأهل الحق قلة، وبينهما همج رعاع. الهمج الرعاع لما يلاقيك أنت أيضا صاحب سلطة وسلطان، الهمج الرعاع هيوقف معاك. طب وليه لو وجد البلطجية هم أهل الغلبة هيوقفوا معاهم؟ وانتم شايفين كان في كثير من الناس واقفين زمان مع الحزب الوطني للتصفيق فقط وأخذ الإتوات مصفقين، ولما رأوا الغلبة للحزب الإسلامي الآن أيضا مصفقوا للحزب الإسلامي. فما بين أهل الحق وأهل الباطل الهمج الرعاع، هذا يميل مع الناعق الأقوى، أما الناعق الأدنى لا يميل معه. أيها الأحباب، على طريق الحبيب النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، إذا انتهكت ديار رئيس الجمهورية أو منزل رئيس الجمهورية، بالله عليك كيف نأمن نحن على دورنا؟ كيف نأمن نحن على بيوتنا؟ أليست هذه سفالة وقلة أدب؟ إذا لم يستطع الأمن أن يدافع عن منزل رئيس الجمهورية
بماذا تؤدي لنا هذه الرسالة؟ كأنها تقول لنا هذا هو رئيسكم المنتخب، كيف تأمنون أنتم على بيوتكم؟ لا بد من أن ننتبه، لأن المعركة ضروس وضارية وحتمية، لكن على المسلمين أن يقودوها بحكمة، لأن هناك أشياء داخلية وخارجية. نهيب برئيس الجمهورية أن يأخذ قرارات حاسمة ضد هؤلاء البلاطجة. أيها الإخوة المسلمون، لي معكم رجاء. أهل مسجد الزهراء عشمانين أيضا في كرمكم وطمعانين في جودكم، لأن أكثر التبرعات كانت من هذا المسجد المبارك. هم عاوزين يعملوا جسارة محارة للمباني التي قاموا ببنائها، وطمعانين منكم اليوم في بعض التبرعات. أسأل الله أن يجعل أموالكم في أيديكم، لا يجعلها في قلوبكم. أكرموهم أكرمكم الله، فإن الصدقة تزيد مالا. داووا مرضاكم بالصدقة، حصنوا أموالكم بالزكاة. بيوت الله تعتبر من السبيل الذي قال الله فيه وفي سبيل الله، يعني من المصارف الثمانية. أسأل الله أن يكرمني وإياكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لنا بها قضاء إلا أديتها يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على شياطيننا، اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم انصر زعيم جمهوريتنا، اللهم انصر رئيس جمهوريتنا، اللهم أيده بالحق وأيد الحق به. اللهم مكن له في أرضك، ومكن لدينك أن يسود. اللهم عليك بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من هذه الدنيا يا ربي سالمين. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم مكن للمجاهدين في سوريا، أيدهم يا رب، انصرهم يا رب، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا رب. عليك باليهود، عليك باليهود الملاعين وبكل من يعاون بشارا، إنك ربي على ما تشاء قدير. أسألك لهم الثبات وأسألك لهم التوفيق. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم ولم شلهم وأيدهم يا رب العالمين. واجعل الدائرة تدور على بشار وعلى من وقف مع بشار، سواء كان مصريا أو عربيا أو إفريقيا أو أوروبيا أو آسيويا، إنك ربي على ما تشاء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر